السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب نكون بخير كده وصحة وسعادة والهنا، كل الهنا، كل الهنا. قعدت كده إيه يوم وشوية بعد ما اتفرّجت على ماتش الزمالك، عارف أنت اللي هو إيه، بجد تورتة، جاتوه، بسبوسة. أنا باحب الحلويات، يعني أنا مثلًا لو جبت لي آآ أكلة حلوة أوي وجبت لي طبق بسبوسة، هاسيب الأكل وأروح للبسبوسة. أنا بطبعي باحب الحاجة الحلوة، زملكاوي، باحب الحاجة الحلوة. طيب، قبل ما نبدأ يا ريت اللايك لو سمحتوا، اللايك حلو برضه زي البسبوسة كده، يعني تدّيني اللايك كإنّك إيه، ادّيتني حتّة بسبوسة. فين اللايك؟ فين البسبوسة؟ الحقيقة امبارح اتفرّجت على ماتش كورة، يعني الزمالك دخل فيه جون وأنا قاعد ومقتنع وعندي فكرة إنه لأ هنكسب، يعني مش هنكسب. وفي وسط الماتش كده مذيع الكورة ده قال جملة تعبتني شوية، اللي هي إن الزمالك السنة دي في 4 حالات دخل فيه جوان الأول، يعني كان تحت بجون مثلًا، ولا مرّة حوّل الهزيمة دي لفوز، ولا مرّة. الدوري اللي إحنا فيه ده، الدوري أو الكاس أو ولا مرّة، محسوبة طبعًا سيراميكا، ماتش سيراميكا وكده يعني. فولا مرّة الزمالك حوّل الهزيمة لفوز، مرّتين تقريبًا حوّلناهم لتعادل تقريبًا يعني. لكن مع وادي دجلة كنا جايبين جون، مع مش فاكر يعني مع أنهي فريق بالضبط، لكن كنا لمّا يدخل فينا جون ما بنكسبش. المرّة دي كنت حاسس إن إحنا هنكسب. قبل ما أتكلم على ماتشات الزمالك، يعني أولًا دي حاجة كويسة جدًا، جدًا، لإن امبارح حصل حاجة كان نفسي فيها. أنا كان نفسي الزمالك يكسب 3-0، تحديدًا 3-0. ليه؟ لإن أنا عندي حسبة كده عمّال أحسبها بقى لي كتير، إنه الزمالك صحيح مش متقدم على بيراميدز بنقط، صحيح متقدم على الأهلي ب3 نقط، لكن أنا عندي حسبة إن الأهداف نقطة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو اتعادلت مع بيراميدز وفرقت عنه بهدف، فأنت ممكن تاخد الدوري بالأهداف. فالحقيقة إن الزمالك في الوقت ده بأقوى هجوم وأقوى دفاع، أقوى هجوم وأقوى دفاع. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت يعني محتل المركز الأول عن جدارة. أنت مش صُدفة هناك، يعني أنت في الحتّة اللي فوق دي أنت الأول بجدارة، يعني أنت الأول بأحسن هجوم والأول بأحسن دفاع. الفرق بينك وبين بيراميدز في فرق الأهداف 4 تجوان، والفرق بينك وبين فرقة المليار، مليار إيه، ها، مليار إيه، الفرقة المليارية بتاعة كابتن زيزو اللي هيغيظه، الفرق بينك وبين الفرقة المليارية دي 8 أهداف، 8 أهداف. فالنادي الأهلي داخل فيه تقريبًا 19 جون أو 20 جون مش فاكر يعني. ده لسه الدورة المجمّعة يعني إيه، هتبدأ إن شاء الله. الملاحظ إيه، إن هُم في بداية الدورة المجمّعة وهُم بيعملوا الجدول، أنا كنت عارف ومتأكد وواثق إنه النادي الأهلي هيلعب أول مباراتين وِدّي، مباريات ودية، مباريات مع الفرق بتاعته. والدليل على كده إن فرقة سيراميكا أهي بدأت تتكلم قبل على طول بعد كسر كابتن إسلام عيسى، اللي طبعًا بنتمنى له الشفا. إنسان جميل أوي. إسلام عيسى ده من ضمن الناس اللي أنا نفسي يلعبوا في الزمالك، شبهنا، بجد إسلام عيسى شبهنا، لكن أهو راح سيراميكا، فاهم؟ يعني فالحقيقة إن سيراميكا أعلن كده إيه، رمي الفوطة البيضا من زمان. قال لك إحنا عندنا 11 لعيب مصاب، وما عندوش 11 لعيب مصاب، ما عندوش حد مصاب أصلًا غير إسلام عيسى، ما عندوش حد مصاب. لكن هو من الأول كابتن محمد أبو العينين طبعًا الصديق الشخصي العزيز لكابتن محمود الخطيب، الراجل الأهلاوي، لا يضره شيء، لا يضره شيء إنه أهلاوي، لكن يضره كتير أوي على المستوى الرياضي إنه يبيع فريقه أو يبيع نتيجة مباراة لمباراة تانية لفريق تاني. أنا أعتقد إن ده هيحصل، وإن فرقة سيراميكا هتتغلب، وممكن تتغلب بفرق أهداف كبير عشان يعوّض يعني حالة ال8 أهداف اللي بين الزمالك والأهلي، أو بين الأهلي وبيراميدز. يعني أعتقد إن ممكن سيراميكا يتغلب 5. حصلت، مش ما حصلتش، وخصوصًا إن على القيادة الفنية رجل زي علي ماهر. علي ماهر مقتنع إن كابتن محمود الخطيب ممكن يكافئه إنه يجيبوا مدير فني للنادي الأهلي. لمّا تشوف حلمة ودنك، يعني شوف يا كابتن علي، كابتن محمود الخطيب لازم يجيب مدربين أجانب، مدربين أجانب يا كابتن. أنت لمّا تيجي ما فيش صفقة فيك، هيكتب إيه، إن أنت بتاخد $220,000، إن أنت بتاخد $250,000، هيكتب لك عقد يقول لك أنت لازم تقعد معانا 3 سنين، ولو ما قعدتش معانا هنديك العقد كله. ما هو مش هينفع.
طيب نخلّص سيراميكا للأهلي، مبروك ماتش سيراميكا للأهلي، الأهلي فاز على سيراميكا عشان تبقى الأمور واضحة وسهلة وبسيطة، وما تقعدوش توجعوا دماغكم يعني. متفرّجي الزمالك ما تتفرّجوش على الماتش، الماتش الأهلي كسبانه وكسبانه بفرق سكور. بيراميدز باي ما كانش موجود في الأسبوع الأول لإنه لاعب إنبي وغلبه 4-0، منتشي بالانتقال إلى نهائي كأس مصر، كويس، كويس. هيروح يلاعب مين يا ولاد؟ يلاعب المصري، شوف التعمُّد إن أنت تلاعب المصري كزمالك، وبعدين يلاعب المصري كبيراميدز، هم ليه عملوا الماتشين كده؟ عشان شوف لو المصري كسب الزمالك فالمصري يظل في منتهى قوته، فاهم؟ فيلعب قوي قدام بيراميدز. لو المصري اتعادل مع الزمالك فده يدّي له قوة قدام بيراميدز، بُص الحالات لو المصري اتغلب من الزمالك زي ما اتغلب، جماهيره تشيط فلازم يعمل حاجة قدام بيراميدز، شوف هي جدول معمول بعقلية يعني شيطانية شوية، فاهم؟ معمول حلو، معمول حلو. وبعدين يلعبوا المصري آخر مباراة طبعًا الأستاذ كامل أبو علي برضه سبحان الله أهلاوي، فهيبقى في كلام يعني، آخر ماتش في الدوري كمان في كلام. طب يا ترى تاني ماتش للأهلي مين؟ كابتن فرج عامر، سموحة، فرج عامر، فرج عامر لو الماتش بتاع سموحة ده، سموحة هياخد بطولة أوروبا والّا يتغلب للأهلي؟ هيتغلب للأهلي. بُص أنا باكلمك والله العظيم بمنتهى أنا fair يعني مش مثلًا إن أنا باتجنى على حد، لأ هي فِرَق في الدوري، يعني أنت مثلًا فريق سيراميكا ده اللي هيلاعب الأهلي، في كام لعيب من الأهلي مُعار لسيراميكا هيلاعبوا النادي الأهلي؟ بالعقل، بالعقل. العلاقات اللي بين النادي الأهلي السنة اللي فاتت دي أو السنة دي يعني اللي إحنا فيها، لازم كانت تروح ل لجنة التظلمات، يعني إزاي فريق مع فريق بيبدّلوا مع بعض 22 لعيب؟ هتقول لي لأ مش ما هو ده قانوني، لأ مش قانوني، في حاجة غلط. في حاجة غلط يا أخوانا، إحنا عشان نجيب لعيب واحد رُحنا لبتروجيت قلب لنا الدنيا. فيعني المباراتين سواء مباراة سيراميكا أو مباراة سموحة، دول مباراتين في جيب النادي الأهلي، وبالذات وعايزين نقول حاجة مهمة جدًا، إنه الدوري الحقيقة هيتحسم كزملكاويًا هيتحسم بين الزمالك وبيراميدز والزمالك والأهلي، المباراتين دول هيتحسموا. الجميل في الموضوع إن الزمالك نادي الزمالك الكبير لو غلب بيراميدز فالطريق مفتوح لإنك ساعتها ممكن تتعادل مع الأهلي. أنا مش عايز أتعادل مع الأهلي ولا عايز أتغلب من الأهلي، بس ساعتها هيبقى عندك option مريح، نازل ماتش الأهلي مريح، وبالتالي أنت لمّا تلاعب الأهلي أيًا كانت النتيجة، بُص أيًا كانت النتيجة فأنت خلّصت المباريات المباشرة اللي بينك وبين الفرق المباشرة اللي بيننا وبين بعض. هيظل عند الأهلي مباراة صعبة هي مباراة بيراميدز بعد ما يلعبك. ودي طبعًا للأسف يعني اتحاد الكورة مش هيقدر يعمل فيها حاجة، يعني الرابطة آآ مش هيعرف يعمل فيها حاجة يعني، إلا بقى ممكن إيه، يعني قبل مباراة بيراميدز مثلًا يطردوا لهم لاعبين والّا حاجة، أو يوقّفوا لهم لعيبة، أو يعملوا أي حاجة، يبعتوا لهم من الماتش في استاد القاهرة ويبعتوا الأهلي على استاد إسكندرية والأهلي يكسب بالضربة القاضية. طيب اتفرجنا على ماتش الزمالك، الحقيقة الزمالك قدّم مباراة يعني أجمل ما فيها إن أنت بتكسب بسهولة، بتكسب فريق المصري يا أخوانا فريق تقيل، يعني أنا أقول لك مثلًا المصري بينزّل تاني شوط مثلًا، ميدو جابر بينزّل الشامي، أنت عارف لعيب زي الشامي ده بالنسبة لنا إيه، فاهم؟ عندهم لعيبة تقال، ما لعبش دغموم، يعني المصري المصري كفريق أقوى من سيراميكا، المصري كفريق قوي جدًا، فتغلبه 4 وبالطريقة دي. الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاني في الماتش الحقيقة إن أنا حسيت قد إيه إن إحنا ناقصنا كابتن زيزو، يعني ياه! شوف بقى لو زيزو ما كانش راح الأهلي، يعني تخيل لو زيزو ما كانش راح الأهلي كان لعب مكان الواد التعبان اللي اسمه بيزيرا ده كان أبدع امبارح، زيزو بقى امبارح الإبداعات بقى، الأوفرات بقى وضربات الجزاء والكورنرات دي كنا هنشوف يعني ربنا يا رب يكرمه في النادي اللي هو فيه ويفرحنا دايمًا كده كابتن زيزو الجميل هو ووالده اللذيذ يعني الناس اللذيذة المحترمة اللي بنعتبرها هدية مننا للأهلي وجماهير النادي الأهلي الحبيبة يعني كابتن زيزو الحقيقة أنا مين أهبل كان زعلان إن زيزو مشي؟ يعني لو تراجع فيديوهاتنا من سنتين مثلًا، من سنة وإحنا بنقول زيزو ده وفوقه بوسة،
بيقولوا بن شرقي ماشي، والكلام إنه كابتن حازم إمام قعد مع بن شرقي، وكابتن حازم إمام اتكلم مع بن شرقي. هو بن شرقي يتمنى يرجع الزمالك. ليه؟ لأن دفء جماهير الزمالك مش موجود عند النادي الأهلي. جماهير الزمالك يا اخوانا دي حاجه كده عامله زي المضاد الحيوي، اللي هي ايه؟ تاخد لعيب من تحت تطلعه فوق، تاخد محمد اسماعيل تعمله كينج، تاخد بيزيرا تعمله هيخش منتخب البرازيل. الايام بينا بيزيرا هيخش منتخب البرازيل. الواد شيكوبانزا التعبان ده بيلعب في منتخب انجولا. كابتن الفدائي عدي الدباغ في منتخب فلسطين. يا اخوانا السكواد بتاعنا في ظاهره سكواد ضعيف، لا، احنا اقوى سكواد في الدوري. ليه اقوى سكواد؟ لان سكواد في الاصل مفيش بينهم وبين بعض مشاكل، ناس بتحب بعض. عندنا في الملعب بنتايج احسن باك شمال في مصر. ده استنى بس، ده عشان انا ما بعتبرش النهارده احمد فتوح باك شمال ده انا بلاعب فتوح في نص الملعب. ايه رايك في محمد اسماعيل؟ سيبك من اللهبل اللي بيدرب منتخب مصر، سيبك من الاقرع ده، سيبك. محمد اسماعيل مدافع كبير. محمد اسماعيل مدافع بيطلع بالكوره وعارف هيطلعها ازاي، مش مدافع بيشلت الكوره. النهارده كابتن حسام عبد المجيد بقى خلاص مصمم كل ماتش يجيب جون بهده. ماشي يا عم، ماشي يابا، ماشي يا كابتن. الواد احمد ربيع اصبروا عليه، تكوا على الصبر. الواد ادم كايد خبط الواد بتاع المصري كوبري على السريع. بص لعيب حريف يا اخوانا ادم كايد ده. استنوا بس، استنوا. ده المشكله بتاعت الزمالك ان الماتشات مطربقه فوق بعض. انت عارف مش عارف تستمتع بلعيبتك، يعني انت مش عارف تستمتع بلعيبه الزمالك. احنا امبارح ما لعبناش محمد السيد اللي هو ميزان في نص الملعب. احنا عندنا لعيبه كوره. احنا ولا فخر اتنازلنا عن ناصر ماهر عادي، اتنازلنا عن دونجا رقم 6 الاساسي في الزمالك عادي. اتنازلنا عنهم ليه؟ عشان ناكل الناس، فاهم؟ انت كل الظروف السيئه اللي عندك دي اتفرجنا على الزمالك عامل ازاي، واتفرجنا على قنوات النادي الاهلي المحترمه وغير المحترمه. في قنوات محترمه طبعا الناس على الراس. اخونا راشد امبارح عامل فيديو جميل قوي عن السيفن دوجز، السبع كلاب. انا ما اعرفش هو عايز يقول ايه، بس اعتقد ان السبع كلاب اللي هم الفيلم الامريكي القوي اللي متكلف كتير اللي هيشتغل اللي هو اعتقد السبع كلاب دول سبع حاجات موجوده في الاهلي اعتقد. يعني هو كان مركز قوي قوي قوي. يعني اللي ما شافش الفيديو انا بقول له روح شوف الفيديو، لان اخونا راشد كان مصمم قوي على موضوع السبع كلاب. لدرجه في ناس زملكاويه تحت بيقولوا يا عم الكلاب إيه اللي انت بتتكلم عليهم؟ هو الكلاب لو حسبت سبع كلاب هتطلع في الاهلي 7 دوجز. بس انا يعني عشان مش متاكد قوي ما بحبش ادي، بس هو الراجل بيتكلم على حاجه جوه الاهلي، ولذلك هو قال يا اخوانا سيبوا جماهير الزمالك فرحانه، لان جماهير الزمالك فرحانه بالقليل اللي عندها، فرحانه بفريق جاي من تحت خالص، جاي من الظل، فريق يعني ما عندوش اي حاجه. فريق يا اخوانا لغايه اول امبارح كان الزمالك مدي لعيبته 25% من حقوقهم. تخيل فات سنه، تخيل فاضل على البطوله تقريبا شهر، شهر شهر وكام يوم، والزمالك كان مدي لعيبته 25% من مستحقاتهم. يعني الزمالك خلال شهر المفروض يكون مكمل 100% ويديهم اول العقد، يديهم 25% من اول العقد. يعني الزمالك عليه 100% من العقود النهارده اللي هي المفروض هتخلص بعد شهر. ده وضع الزمالك. ولعيبه الزمالك كانت زعلانه، اكيد لعيبه الزمالك زعلانه لانه انا عندي التزامات، خد بالك. ده لعيب كوره، فيمكن مأجر شاري فيلا مثلا عليه 2 مليون جنيه لازم يدفعهم، شاري عربيه عليه 500 600 الف جنيه لازم يدفعهم، جاي يلعب معاك في مصر فعايز يبعت اهله فلوس، وراجل في منتخب انجولا والتاني في برازيلي والتالت فلسطيني عنده ظروف صعبه وبيصرف على كل اخواته في غزه عمليه صعبه جدا، عمليه صعبه جدا جدا. ومع ذلك تلاقي اللعيبه في جو اسري فظيع. اللي بيقول لك اصل في خلافات بين عبد الله السعيد ومعتمد جمال. عبد الله السعيد ما بيحبش يخرج من الملعب، عبد الله السعيد ميت في الملعب، عبد الله السعيد عايز يكسب. عبد الله السعيد
بيتحرق في الملعب. عبد الله السعيد ما بيعتبرش نفسه لعيب، عبد الله السعيد بيعتبر نفسه مدرب جوه الملعب، ومع ذلك يعني أو بعد 3 دقايق من النرفزه يروح يبوس معتمد جمال ويبوس حسام عبد المجيد بعد خناقه، ويبوس ده ويبوس ده، والواد حسام عبد المجيد يروح يمسح له الجزمه ويقول له ايه يا معلم المعلمه دي؟ الراجل بيشاور له بيقول له على دماغك، قال له عينيا الاثنين خد. تاني كوره في اسبوعين لكابتن عبد الله السعيد اللي يعني بيثبت يوم بعد يوم إنه لعيب كورة، لعيب كورة. أمّا بقى أخونا بيزيرا ده بلغة الشوارع يعني لعيب قليل أدب. اللي هو بيعمله ده قلة أدب، اللي هو بيعمله خرابي على الواد آدم كات، خبط الواد حتة كوبري، يا أخوانا ما أعرفش خدتوا بالكم منها والّا لأ في نُص الملعب اللي جه منها جون الزمالك التالت، راجعوها، كورة جامدة أوي. المهم أنا فرحان جدًا بالزمالك، الزمالك هو ده الفريق، يعني خُد بالك أصل الزملكاوية مش البطولة ومش لا، لأ، الزملكاوية بيحبوا الفن والهندسة، وإحنا الحمد لله عندنا فريق الفن والهندسة، فريق متكلّف على قد الإيد، فريق بيتي فاهم، زي والدتك كده عندها شوية دقيق على شوية مَيّة على شوية ملح راحت عاملة فطيرة طعمها زي العسل، وصاحبتك راحت جابت delivery وجابت الdelivery بايظ ومتنايل على عينه، وزوّرت في الفاتورة بتاعة الdelivery عشان جوزها يدفع أكتر، كاتبة 5000 جنيه فطير وهُم أصلًا دافعين 150 جنيه والفطير جه حامض يعني بايظ يعني بعيد الشر عنكم يعني. تصبحوا على خير.